مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين في الدنيا. ما تنسونيش تدعموني باللايك، انا بفرح جدا باللايكات الحلوه بتاعتكم. واللي لسه ما اشتركش في القناه يلا بسرعه يشترك عشان القناه تكبر بيكم وليكم. ونشوف مشكله النهارده. صاحبه المشكله بعتلنا وبتقول بقالي سنه واحده متجوزه وجوزي شغله في محافظه تانية، بيجيلي كل كام شهر اسبوع واحد بس، اسبوع واحد وانا متحمله وصابره وما بتكلمش. لكن اللي انا مش قادره اسكت عليه اللي حسيته، هو اي واحده بتحس بجوزها لما بيكون مش معاها، وفعلا جوزي مش معايا، مش هو ده اللي انا حبيته. المفروض كمان ما بيكون واحد مسافر بينزل لمراته كل حب واشتياق، لكن ده عادي جدا، على طول ماسك التليفون ومشغول. بدات ادور وراه وانكش واشوف كل حاجه زي التليفون. قلت اكيد هو التليفون ده اللي فيه الاجابه على كل الشكوك اللي في دماغي. المهم دورت وراه كتير لحد ما بيروح في النوم بالليل. طبعا هو مديني الامان، مش متخيل خالص ان انا هفتش في تليفون. بدات اخش، مش هقول لكم بقى انا شفت ستات بعتلوا صورهم بقمصان نوم وبأوضاع وبحاجات غير كده وكده. كلام الكلام يدوخ، كلام زي واحد ومراته كده مع بعض في علاقه. اللي عرفته ان جوزي حتى بيقابل الست ديت في اماكن، لدرجه ان هو ممكن يحجز في فندق، يروح مكان ينزل، يعرفني ان هو مش هيعرف ينزل اجازه ويقضي الاجازه معاها. غير بقى الصور اللي بتبعتها له، صور مش هقول لكم عليها، كأن واحده بتبعت صور لجوزها ومش مشتاقين ومش قادرين يبعدوا عن بعض. كانت هتجيلي صدمه. معقوله جوزي يبقى كده؟ ايه اللي حصل؟ مش كفايه ان هو حارمني منه؟ مش كفايه ليه يعمل معايا كده؟ المهم اتضايقت جدا وحطيت التليفون ونمت. بس نمت وانا كنت خلاص هان عليا اعمل فيه حاجه. حطيت التليفون وانا قررت بيني وبين نفسي ان انا ما اسالش عنه. ايوه لازم انتقم، لازم اشوف نفسي انا حارمه نفسي وقاعده وصابره ومتحمله. لا، فكرت كتير وقلت له على فكره انا عايز انزل اشتغل. قال لي تشتغلي ليه؟ هو انت محتاجه فلوس؟ قلت له مش كفايه انت بتقعد بكام شهر، انا مش هقدر اقعد في البيت بالطريقه دي، انا لازم انزل اشوف شغل. لاني متعصبه قال لي على المهم براحتك، المهم يكون مكان امان. قلت له هدور وان شاء الله هيكون امان، انا هشتغل فين؟ هسافر. وفعلا نزلت دورت ولقيت شغل، وبعت له وقلت له انا لقيت شغل في مكان زي مركز كده وهشتغل فيه والمكان كويس جدا. مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين في الدنيا. ما تنسونيش تدعموني باللايك، انا بفرح جدا باللايكات الحلوه بتاعتكم. واللي لسه ما اشتركش في القناه يلا بسرعه يشترك عشان القناه تكبر بيكم وليكم. ونشوف مشكله النهارده. صاحبه المشكله بعتلنا وبتقول بقالي سنه واحده متجوزه